السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم الشيك أو الصك في المنام. رؤية الشيك في المنام بيدل على المشاريع والأعمال والشراكة، والعثور على شيك فلوس في الحلم بيدل على انفراج الأحوال والقروب. جمع الشيكات في المنام بيدل على جمع الأموال من مصادر مختلفة. من رأى أنه يحمل شيك باسمه في المنام فإنه ينال رزق كثير من حيث لا يحتسب. أما الشيكات المزورة في المنام بتدل على الحيلة والخداع. وقيل رؤية شيك المال في المنام بيدل على الزواج والارتباط لغير المتزوج. والشيك البنكي في الحلم بيدل على الأرباح والمنافع. والشيك الأبيض في المنام بيدل على اتساع الرزق. والشيك بالدولار في الحلم بيدل على ضمان الحقوق والمستحقات. قراءة شيك مالي في المنام بيدل على الدخول بأعمال جديدة. حلم دفع الفواتير بالشيك بيدل على سداد ديون. رؤية تسديد الغرامة بالشيك في المنام بتدل على التخلص من العقوبة. احتراق الشيكات في المنام دليل على الوقوع في المصائب. ومرة أنه يحرق شيك استلمه في الحلم فإنه يخسر المال. وتشير رؤية حرق الشيك قبل إعطائه في المنام إلى أكل حقوق الآخرين. حلم استلام الشيك بيكون دليل على استعادة الأمانات والودائع. رؤية رفض استلام شيكات في المنام بتدل على ضياع الفرص المهمة والأمانات. بتشير رؤية استلام شيكات كثيرة في الحلم إلى قدوم الخيرات والنعم الكثيرة. من رأى أنه يبيع شيء ويستلم شيك في المنام فإنه يعوض خسارته بتجارة. رؤية استلام شيك بمبلغ كبير في المنام بيدل على تحسن الحال إلى الأفضل. وحلم استلام شيك بمبلغ صغير بيدل على زوال الشدائد والهموم. من استلم شيك على بياض في المنام فإنه يهتدي ويعود إلى رشده. أما استلام شيك بدون اسم في الحلم بيدل على ضياع الحقوق. استلام شيك من مسابقة في المنام بيدل على الرزق والسعادة. أما حلم استلام شيك من حاكم بيدل على استعادة حق مسلوب بالقوة والسلطة. حلم إعطاء شيك مالي بيدل على وفاء حقوق الآخرين. إعطاء شيك مالي مزيف لشخص في المنام بيدل على المكر والخداع، فساد الأعمال. ومن رأى إنه يعطي شيك مالي ممزق في الحلم فإنه يفتقر ويسوء حاله. وكلا إعطاء شيك لشخص دون مقابل في المنام دليل على العمل الصالح. رؤية إعطاء شيك مالي لشراء سيارة في المنام دليل على السمعة الجيدة والمكانة المرموقة. حلم شراء بيت ودفع سعره بالشيك يدل على الزواج والارتباط. رؤية إعطاء شيك مالي لشخص معروف في المنام بيدل على مشاركته في العمل. أما رؤية حلم شخص يعطي شيك مالي لشخص قريب فهذا بيدل على التكاتف بين أفراد العائلة. حلم إعطاء الميت شيك مالي بيدل على إخراج الصدقات. ومن رأى شخص ميت يعطيه شيك مالي في المنام بيدل على تيسير أموره وتغيير أحواله للأحسن. طيب، رؤية شخص يعطيك شيك مالي في الحلم بيدل على حصولك على مرادك. وإذا رأيت شخص يعطيك شيك مالي بدون رصيد وترفضه في المنام فهذا بيدل على نجاتك من حيلة أو خداع. من رأى شخص معروف يعطيك شيك مالي مزيف في الحلم فإنه ينال منه مضرة. رؤية شخص معروف يعطيك شيك مالي في المنام بيدل على نيل مساعدة منه. حلم شخص مجهول يعطيك شيك مالي بيدل على حصول الرأي على الرزق الوفير من حيث لا يحتسب. حلم شخص من الأقارب يعطيك شيك مالي بيدل على الحصول على ميراث. رؤية الشيك في منام المرأة المتزوجة بيدل على رغد العيش وتحسين كبير في حياتها. حلم أخذ شيك مالي من الزوج بيدل على اهتمامها ورعايتها الكبيرة لها. وإذا حلمت السيدة المتزوجة إنها تعطي شيك مالي فهذا دليل على سداد ديونها. وقيل استلام شيك في المنام للمرأة المتزوجة دليل على نيلها الفرج القريب. رؤية شيك بدون رصيد في منام المرأة المتزوجة بيدل على سوء معيشتها. حلم شخص من الأقارب يعطي شيك مالي مزور للمتزوجة بيدل على تعرضها للخداع والنصب ممن حولها. كتابة الشيك بالحبر في المنام للمتزوجة بيدل على التزامها بالمسؤوليات والعهود. حلم دخول بنك وصرف الشيك للمتزوجة بيدل على تبدل أحوالها. رؤية ضياع الشيك المالي في المنام للمتزوجة بيدل على انشغالها عن بيتها. أما تمزيق الشيك باليدين في الحلم للمتزوجة بيدل على فساد أعمالها. والله تعالى أعلى وأعلم.
رؤية الشيك في منام الفتاة العزباء بيدل على تحقيق أمانيها وطموحاتها. حلم أخذ شيك مالي للفتاة العزباء بيدل على إتمام علمها والانتفاع به. أما إذا حلمت العزباء حبيبها يعطيها شيك مالي فهذا يدل على الزواج منه قريبا. وبتشير رؤية إعطاء الحبيب شيك دون رصيد في المنام في أنها تعطيه الوعود الكاذبة. رؤية دفتر الشيكات في المنام للعزباء بيدل على كبر مسؤوليتها. أما حلم استلام شيك من العمل للعزباء بيدل على حصولها على ترقية بعملها. كتابة الشيك في المنام للعزباء بيدل على مساعيها وأعمالها. حلم توقيع الشيك للفتاة العزباء بيدل على إتمام أمر من أمورها. رؤية ضياع الشيك المالي في المنام للعزباء بيدل على ضياعها الفرص. أما تمزيق الشيك في الحلم للعزباء بيدل على فشلها في أعمالها، والله تعالى أعلى وأعلم. حلم الشيك للمطلقة بيدل على سعادتها وتغيير أحوالها للأفضل. رؤية ضياع الشيك المالي بمبلغ كبير في المنام للمطلقة بيدل على خسارتها الكبيرة بأعمالها. أما تمزيق الشيك في الحلم للمطلقة بيدل على مخالفة الأعراف والتقاليد. حلم أخذ شيك مالي من الطليق بيدل على أخذ حقوقها منه. أما إذا حلمت السيدة المطلقة إنها تعطي شيك للطليق فهذا يدل على التنازل عن حقوقها. رؤية شيك بدون رصيد في المنام المطلقة بيدل على عملها بوظيفة بلا أجر. حلم دخول بنك وصرف الشيك للمطلقة بيدل على دخولها بأعمال جديدة نافعة. رفض كتابة الشيك في المنام للمطلقة بيدل على الزواج مرة أخرى. أما حلم البصمة على الشيك المالي للمطلقة بيدل على تيسير أمورها المتعسرة، والله تعالى أعلى وأعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.